مش عايز تحط بنزين في العربية؟ لا، وعايزها تجري بأسرع ما يمكن. طب تيجي ازاي يا مفتري؟ يعني انت طالب من جسمك يحرق كويس وما يخزنش مية وما يخزنش سموم، ومع ذلك مش بتديله اصلا احتياجه من المية. طب انا هقول لك من الاخر، ايوه احنا لازم نشرب واحنا اصلا مش عطشانين. وعلى فكرة بقى، شرب المية اصلا عادة. وخد بالك ان مرحلة العطش دي مرحلة متطورة جدا من احتياج جسمك للمية. خلي المية بتاعتك متقسمة على مدار اليوم، واوعى تشرب مية كتير في وقت واحد، لان جسمك عشان يحافظ على التوازن بتاعه وتركيز المعادن فيه هيتخلص من المية دي بأسرع ما يمكن. فانت كده هتكون ما استفدتش بيها. ده غير ان الشرب الكتير في مرة واحدة هيدخلك بسرعة التويلت، وده هيخليك اكتر ما تعرفش تستمر على عادة شرب المية. طب هتقولي ما بحبش اشرب ميه في الشتاء يا ستي، ما بعطش. هقول لك يا سيدي ماشي، اشرب قرفه، ينسون، جنزبيل، اي مشروبات عشبيه ما فيهاش كافيين، ما هي بتتحسب ميه برضه. هتقولي لا انا كل بقى ما اشرب ميه بطني بتوجعني. هقول لك اشرب واحده واحده وعلى مهلك وانت قاعد، ورشفات صغيره. هو في حد بيجري وراك؟ مستعجل ليه؟ هتيجي بقى انت تقولي لي انا ما ادخلش ابدا التويليت بره البيت. اقول لك حرام عليكي جسمك وصحتك، انت بتعذبي جسمك. دي ثقافه وعاده سيئه جدا. فين التويليت سيتس وفين المناديل والوايبس والكحول؟ لكن اوعي تحرمي جسمك من احتياجه الطبيعي من الميه عشان ما تدخليش تويليت. ها هتقول لي ايه بقى تاني؟ انا محضره لك كل الاجابات. بعتها طبعا لصاحبك اللي بينسى يشرب ميه طول اليوم.